السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جيت نشارك معكم فيديو جاتو بالنوازيت. كلش درته نوازيت بالكريمة بالعجينة حتى شوكولا درتها ذوق نوازيت. هذا هو الشكل اللي فضلت نزين به الجاتو. نخليكم مع مقادير الوصفة. دايما عندي نفس المقادير تاع الصابلي، عندي 250 غرام تاع زبدة مع كاس إلا صبع تاع سكر غلاس. نضيف لهم نص كاس زيت، حبة تاع البيض كاملة، زائد صفار حبة، ونزيد نضيف عطر نوازيت، ضيفي مغرف صغيرة، كالعادة دايما نخلط بالخلاط الكهربائي حتى نتحصل عفوا على القوام الكريمي، حتى اللون تاعها جا لون شباب، والريحة تاع النوازيت تاني ريحته شابة. دروك نضيف 3 ملاعق كبار تاع مايزينا. الأولى ما عمرتهاش بزاف، تانية، تالتة، وهذه اللي كملت بها المغرف الأولى اللي ما عمرتهاش مليح، معناتها 3 ملاعق فقط تاع مايزينا يكونوا كبار معمرين مليح. ونخلط قد ما تدخل المايزينا في هذاك الخليط تاع الزبدة والسكر والبيض. هذا هو القوام. نبقى نضيف الفرينة، نزيد كيس خميرة كيميائية، ونبقى نلم بأصابع تاع اليد حتى نتحصل على عجينة تكون طرية. دايما نقولكم العجينة تاع الصابلي ما تنشفوهاش. هذا القوام تاع العجينة، دايما نقولكم ما تنشفوهاش كما سبق قلت لكم. نخليها ترتاح نصف ساعة، ونسخن الفرن على درجة حرارة 180. وهنا كما عودتكم دايما باستعمال كيس بلاستيكي. انا فضلت هذه القطعة وهذا الطابع، كل وحدة وعندها الذوق تاعها في الطابع. هنايا بديت نطيب في الكاطو. بالنسبة للكريمة المقادير تاعها عندي هنايا دايما نخدم بأوبلين. هاد الزبدة تجي بيضة كما راكم تشوفوا، ما فيهاش نكهة تاع وتجيكم في الكريمة، هي مخصصة للكريمات. هنا عندي كمية من البندق كنت قليتها، زايد لاغوم تاع النوازيت، وهذه هي لاباط تاع البندق تاع النوازيت. كما راكم تشوفوا يجي فيها حويبات تاع النوازيت، ذوق تاعها شبه بزاف. نضيف كذلك كاس تاع سكر غلاس. هنايا بالنسبة للزبدة عندي 100 غرام، ولا زيدي شوية 120 غرام تاع زبدة تاع أوبلين، وضيفي لها كاس تاع سكر. وإلا درتي كمية كبيرة ضاعفي المقادير. هنا نبقى نضرب مليح في الكريمة، لازم تضربيها بزاف بالباطيق حتى تخفف. نضيف قد ملعقة صغيرة تاع لاغوم تاع النوازيت، ونبقى نخلط حتى تخفف الكريمة. ونخلط السكر مليح مع الزبدة. شوفوا القوام تاعها
بدات تخفاف عندي. هنا غادي نجيب هذيك لاباط تاع النوازيت نضيفها، هي اللي تعطيني ذوق للكريمة. ونخلط خلطة خفيفة ماشي بزاف، قسم ما تدخل هذيك لاباط. دروك نضيف هذاك البندق، كنت هرسته غير شويه، ما طحنتهش بزاف. نزيده للكريمه ونخليها في الثلاجة تبرد. بعد ما تكوني طيبتي الكاطو خليتيه يبرد باش الزبده هذيك الكريمه تاع الزبده ما تضيعلكش. هنايا بعد ما طيبته هذا هو اللون تاعه. هذا ماشي طايب بزاف، هذا اللون تاع العجينه كيما شفتوا، درت فيها لاغم تاع النوازيت هو اللي عطاها هذا اللون. هنايا باش نختصر عليكم، هنايا لصقت الحبه مع الحبه وذوبت شوكولا نوازيت. شوفوا القوام تاعها وبنتها شابه بزاف. ننصحكم تشيلوها. هاد الشوكولا ما غبنتنيش كاع بزاف، ما غبنتنيش، استخدمت غير بها شوكولا تاع التاج. وبديت نكلاصي الكاطو حتى لي كملت الكميه. التزيين كل وحده وراجع لها التزيين تاعها. انا فضلت انا دائما نفضل التزيين السامبل اللي ما يغبنيش، اللي يعني ما نبغيش هذوك الناكري وهذاك. انا نبغي هذا التزيين السامبل. انا شريت قيس 20 ميل تاع هاد الحبيبات تاع الشوكولا، كفاتني وبقالي. هنا دار لي الكاطو دار لي 250 غرام، دارت لي 49 حبه. وزينت بنصف حبه تاع بندق. في البدايه مكذبش عليكم درت نص حبه، من بعد قلت نجرب زوج نصاص، جاتني زوج نصاص، جات شابه. ودرتها في لي كيسات كما راكم تشوفوا. هذا هو الشكل النهائي تاع الكاطو. هذه فتحت لكم حبه باش تشوفوها من الداخل. هذا هو الكاطو تاعنا اليوم. بقى لي غير نقول لكم نتلاقوا في ساعه الخير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.